محمد الفخراني روائي مصري درس الجيولوجيا، وزي ما الجيولوجيا بتتكلم عن طبقات الأرض فمحمد الفخراني بيحفر في طبقات المعنى لعرض رؤيته اللي بتتعرض مش بس من خلال شخصيات من البشر لكن كمان شخصيات من نباتات، حيوانات، جمادات زي الرياح على سبيل المثال. محمد الفخراني هو كاتب يرى أن الكتابة طريقة لجعل العالم أجمل، طريقة لأن هو يلمس وجدان القارئ ويتيح مساحة أكبر للحوار داخل عقله. محمد الفخراني اللي وأنا بتكلم معاه لقيته بيقول لي أنا وحشني قوي إن أنا أكتب عن المهمشين زي أول رواية ليا وهي كانت بعنوان فاصل للدهشة، عشان أكتشف إن محمد الفخراني هو عارف طريقه ومساره الإبداعي ومشروعه عامل إزاي، لدرجة إن هو عارف ترتيب الروايات هتنزل إزاي. هو بيبقى عنده الفكرة لكن منتظر اللحظة اللي يقدر يلاقي ليها شكل فني مناسب، زي الرواية اللي بنتكلم عنها النهاردة واللي بتدور عن الحرب بعنوان غداء في بيت الطباخة لمحمد الفخراني. في روايته الجديدة غداء في بيت الطباخة بيتناول محمد الفخراني الحرب، ولما نسمع كلمة الحرب وإن هي عن رواية ربما هنقول إن هي عن بشاعة الحرب ودمويتها، أو عن البطولات والأمجاد والتضحيات اللي بيعملها الجندي أو المقاوم اللي بيدافع عن تراب وطنه أو عن قضيته. لكن محمد الفخراني بالتأكيد ليه رؤية تانية خالص، ربما بيتناول الحرب برؤية شديدة الرقة والعذوبة، أشبه وأقرب للشعر. الرواية ببساطة عن جنديين من جيشين متحاربين بيقعوا في خندق واحد، مش عارفين بالظبط الخندق ده انهي جيش فيهم اللي حفره، لكن بيقعدوا مع بعض لمده 5 ايام. 5 ايام دول هم اللي بيشكلوا الخمس فصول اللي بتتكون منها الروايه، لكن ما بين كل فصل والتاني او بمعنى اصح ما بين كل يوم والتاني في فاصل. الفواصل ديت بتشكل فصول لشخصيه عجيبه جدا ان هي تتكلم في الروايه. بالضبط كده محمد الفخراني خلى الحرب شخصيه في روايته تتكلم عن نفسها. فيا ترى الحرب هتدافع ولا هتهاجم الإنسان في رؤية محمد الفخراني عن الحرب لما تتكلم عن نفسها؟ جندي من الجيش البني وجندي من الجيش الأزرق، بنعرف وظائفهم مدرس تاريخ وطباخ، لكن ما بنعرفش أساميهم. محمد الفخراني بيميل إلى عدم وضع أسامي لشخصياته في الأغلب. ليه؟ علشان أنت كقارئ ما تستدعيش خلفية ممكن تحدد بيها شخصياته. يعني لو احنا اتكلمنا عن الرواية ديت عن الجنديين، لو أنت قلت إن الأسامي هي إيفان ومايكل، فرانسوا وإليساندرو، بنيامين وعمار، أنت غصب عنك هتبدأ تعتقد إن الجنديين دول بيمثلوا لصراع موجود على الحقيقة فعلا ما بين دولتين. لكن محمد الفخراني بيميل للتجريد، يعني بيتكلم عن الحرب والإنسان والاختلاف والمحبة من غير تفاصيل تحدد الشخصيات اللي بيتكلم عنها. اختيار الوظيفتين كان لافت جدا للنظر. مدرس تعريفه للتاريخ مختلف عن التاريخ الموجود في المناهج الدراسية. التاريخ هو تاريخ العاديين، البشر أصحاب الحكايات العادية المليئة بالحياة، ويمكن أكتر من مقطع فيه احتفاء بالحياة العادية، لدرجة أن الحرب نفسها هي تطمح في حياة عادية وقصة حب أو يوم عادي بلا حياة أو ميلاد. في مقولة إن شروق شمس يوم جديد هو معجزة في حد ذاته، وبالتالي أنت ممكن تبص على أبسط تفاصيل حياتك بتقدير ومحبة وتهمل منه سعادتك الخاصة. ليه؟ لأن ده هيكون بعيد عن العجلة السريعة للاستهلاك والمنافسة، أو حتى إن أنت ممكن تعرف قيمة اللحظات والتفاصيل ديت لو قامت حرب. والطباخ كتير بنقول إن المهم في الأكل النفس. أنا ومراتي بالنسبة لنا تعريف كلمة النفس هو المحبة، إن أنت تطبخ لحد حاجة ياكلها بمحبة، بعيد بقى عن الأكل بارد العواطف بتاع الفنادق. وهنا تيجي جملة في هذه الرواية، رواية غداء في بيت الطباخة، إن هذا الجندي المطالب بالقتل، أي جندي أكيد في يوم من الأيام مد إيده بأكل لشخص آخر. وبالتالي هنا بنتحط قصاد مشهدين: مشهد الحرب اللي بتفرض على هؤلاء الجنود ان هم يقتلوا ببعض وان هي بتفرق البشر، وقدامها مشهد اخر وهي عزومه بتجمع البشر المختلفين بالمحبه في بيت الطباخ. بيوظف محمد الفخراني الفكره ديت عشان يوصل لنا ان احنا لما نرجع البشر الى انسانيتهم هنلاقيهم متشابهين. الحرب بس هي اللي بتفرض عليك ان انت تلغي انسانيه الجندي العدو عشان اكيد تقدر تقتله، لكن الحقيقي ان في الاخر هو زيه زيك،
عنده أسرة، عنده أكلاته المفضلة، وحابب يعيش في هدوء وسعادة. فالوصول لإدراك الجزء الأساسي وهو إنسانيتنا قبل ما تتراكم عليه طبقات اللون والدين والأيديولوجيا ممكن يلغي فكرة إن إحنا نقعد نقتل بعض في حروب تقريبا ما وقفتش إلا في فترات قصيرة قوي قوي في التاريخ البشري. يعني الاختلاف هو اللي بيسبب الحروب. حتى دي الفخراني على لسان بطل روايته شايف إن الاختلاف جميل، لأن لو كلنا زي بعض بنفكر بنفس الطريقة، لينا نفس الحياة، لينا نفس الشكل، الحياة هتبقى مملة جدا جدا. لكن الاختلاف هو اللي بيخلق الحركة، هو اللي بيخلق الحوار، وبالتالي هو اللي بيخلق الحياة. على لسان الحرب اتهام للإنسان، اتهام إن هو السبب في كينونتها كحرب، الحرب كمعنى للدمار والخراب والقتل والدماء. لكن الحرب نفسها بتقول إن جواها طفلة صغيرة تطمح في حياة عادية وقصة حب. ورغم كل التبعات السيئة للحرب إلا إن هي بتقول إنها أحيانا بتكون السبب في حاجات جميلة زي علاقات حب أو صداقة بتنشأ في وسط الحروب. كمان إن هي بتحافظ على بعض الأشياء من المتحاربين زي خصلة شعر أو عروسة بنت صغيرة، رسالة جندي، لوحة، حاجات صغيرة وكأنها إنقاذ لذكرى اللي اضطروا إن هم يسيبوا بيتهم أو حتى يفقدوا حيواتهم بسبب الحروب. في الرواية مجموعة من المشاهد شديدة العذوبة. على سبيل المثال إيه اللي ممكن يجمع جنديين من جيشين في حرب؟ محمد الفخراني بيخلي أول حاجة هو سؤال: هل أنا فعلا عايز أقتلك؟ وليه دي تبقى هي المهمة اللي أنا عايش عشانها؟ إني أقتل، وإما يبقى في فرصة كبيرة جدا إن أتقتل. وراديو خاص بمدرس التاريخ. بالنسبة للطباخ الراديو كان وسيلة لمعرفة أخبار الحرب، لكن مدرس تاريخ كان ليه رؤية تانية خالص لموضوع الراديو دوت. كان شايف إنه هو طريقة للتواصل مع مبدع في مكان وزمان تاني عبر الفن والجمال. وبتفوز رؤية مدرس التاريخ، وبنشوف الطباخ ومدرس التاريخ وهم بيسمعوا الراديو بيسمعوا منه موسيقى بيعزفها عازف كمان بيشكوا إن هو عارفهم وإنه عارف إن هم بيسمعوا. ونبتة صغيرة بيزرعوها في الخندق، والعجيب إن هي بتنمو أسرع من الطبيعي. ورسائل بيكتبوها لأهاليهم وبيتبادلوها مع وعد إن اللي يعيش يوصل رسالة التاني لأهله. وفي الوسط مشاهد بيتوهموها زي مثلا تجمع للأمهات اللي تعبوا من خطف الحرب لولادهم، وكمان مجموعة من البهلوانات بيكونوا شكل هرم مقلوب في أسفله أو بدايته هي بنت صغيرة. وماتش كورة بين فريقين، فريق منهم العجيب ان احنا بنلاقي من اعضائه مدرس التاريخ والطباخ، واغنية شجية فيها حزن لكنها جميلة اكتر منها انها حزينة. وكأن الفخراني من كل المشاهد دي بيحاول يقول ان في اللي ممكن يجمع البشر زي الزرع والفن والموسيقى والرياضة والاكل والطبخ اكتر من اللي ممكن يخليهم يتفرقوا ويقتلوا ببعض. غداء في بيت الطباخة رسالة تنديد بالحروب، لكن من غير مشاهد دماء ودموع وضحايا وقتلى، ولكن من خلال رؤية عذبة بتحاول لمس الإنسان اللي جوانا وتخليه يتخلى عن مصطلح الآخر، لأننا كلنا بشر. وكمان تذكير للإنسان إن هو مش صاحب الحكاية الوحيد على هذا الكوكب، لأنه عايش مع كائنات تانية يمكن هي موجودة أقدم منه، وبالتالي ربما هي عندها حكايته هو نفسها، بما إنه هو وجوده على الكوكب أقل منهم. وده امتداد لمشروع الكاتب محمد الفخراني اللي بيأنسن الأشياء وبيحاول إن هو يسمع لغتها. غداء في بيت الطباخة لمحمد الفخراني رواية هي احتفاء بالحياة وتفاصيلها الصغيرة وعاديتها، واحتفاء بالإنسان واختلاف البشر عن بعضهم البعض ضد الحرب والقتل والزيف كمان. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس. أنا خالد منصور، أشوفكم الفيديو الجاي.